يلا نصلي على الحبيب وتعالى أقول لكم على قشر البطاطس اللي أنا النهاردة هستغله وهعمله بطريقة حلوة جدا. الأول أنا جبت 3 حبات من البطاطس كده قشرتهم، بس طبعا بعد ما شطفتهم كويس، وبعدين جبت البطاطس صبعتها وحطيت قشر البطاطس مع بضاية كده على النار بشوية مية وسبتهم يتسلقوا مع ذرة ملح. جبت بقى البطاطس اللي أنا صبعتها نزلت عليها بمية سخنة علشان تدي البطاطس صدمة كده وتطريها، عشان لما نيجي نحمرها ما تشربش زيت وتبقى كريسبي كده ومقرمشة من بره وطرية من جوه. هنحطها بقى في زيت سخن على النار، وبعدين هنغطي الطاسة كده ونسيب البطاطس تحمر معانا. وبعد كده هنجيب قطعة من الجبنة، عندك جبنة قريش، عندك جبنة فيتا، أي جبنة هنحطها في الكبة كده مع قرن فلفل أخضر. ولو عندك شوية زيت زيتون، عندك زيت من العادي، مش عايزة تحطي زيت خالص لأصحاب الدايت اللي انتوا عايزين تعملوه. هما الاتنين الطريقتين الاتنين حلوين جدا. هنضربها بقى في الكبة كده لحد ما تنعم معانا، تطلع حلوة قوي. جبت بقى قشر البطاطس صفيته بعد ما اتسلق وحطيته في طاسة على النار، في معلقة سمنة زبدة مع البضاية كده، اديتهم تشويحة كلهم كده مع بعض. وبعدين هرست البيضة على البطاطس أو على قشر البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليهم بشوية فلفل أسود وكمان شوية توابل فراخ، بس في مقطع كده يعني ما تصورش معايا، بس أنا بقول لكم على الطريقة. وبعد كده البطاطس احمرت معانا زي ما انتوا شايفين، شايفين حلاوتها عاملة ازاي، مقرمشة كده وصفرة وما شربتش زيت معانا خالص. انا بعمل لكم الطريقة السهلة والبسيطة. شايفين البطاطس طلعت حلوة والطريقة دي سهلة جدا. وبجد يا جماعة احنا عايزين في الأيام ديت نقدر نستغل كل حاجة بنعملها، يعني أي حاجة نحاول إن احنا ما نهدرهاش ونرميها. يعني الظروف والغلاء اللي الناس فيه لازم كل حاجة نستغلها. والحمد لله بجد طلعت طعمها حلو جدا، مع شوية كاتشب بقى كده على الوش. وسلام بقى اما نحط عليها حتة جبنة من اللي احنا عملناها كده، الاتنين بيدوا ميكس حلو جدا وطعم خطير. جربوها وقولوا لي رأيكم. بصوا الجبنة كريمي كده وناعمة وجميلة، تقدري تفرديها في سندوتش فينو تاكلها بالعيش البلدي، قطعة بقى كده مع قشر البطاطس. بجد الاتنين فيهم غذاء عالي جدا، والاتنين حلوين جدا وميكس حلو أوي. جربوه وقولوا لي رأيكم وشاركوا الفيديو ولايك وتعليق يكبر بخاطرنا ولو بالصلاة على الرسول. وبجد يا جماعة تحفة جدا وفكرة بسيطة وسهلة، وجربوها ومش هتندموا. وطبعا انا قليت بقى شوية شطة كده معاهم، بس برضو المقطع ده اتحذف. شوية شطة كده سبايس حرقين كده، مع شوية خس بلدي أو خس اللي احنا بنقول عليه الخس بتاعنا. وعملت فطار سهل وبسيط، وتقدروا تعملوها في العشاء أو في الفطار أو في الغدا. عامة هي شغالة في كل وقت، تاكلي منها في كل وقت وما تزهقيش منها، وسهلة وبسيطة. ولو رأيك